في مكان قريب جدا من واحدة من أجمل مدن العالم، فينيسيا. موجودة جزيرة صغيرة شكلها من بعيد عادي جدا، مفيش حاجة فيها تخوف، لكن أول ما اسمها يتذكر أي حد من أهل المنطقة يتوتر، يغير الموضوع أو يقول جملة واحدة بس: المكان ده ابعدوا عنه. جزيرة بوفيليا مش أسطورة، مش قصة رعب، مش حكاية متألفة، هي مكان حقيقي موجود على الخريطة، لكن مش موجود في الرحلات السياحية، ومش موجود في الإعلانات، ومش موجود في أحلام أي حد عاقل. الجزيرة دي شهدت موت أكتر مما يتحمله عقل بني آدم. من أكتر من 1000 سنة بوفيليا كانت مجرد محطة عادية، ناس بتعيش تصطاد وتكمل حياتها، لكن كل ده انتهى لما أوروبا دخلت في أسوأ كابوس عرفه التاريخ: الطاعون الأسود. في الوقت ده أي شخص يشك إنه مصاب مش بيتعالج، كان بيتشال من بيته بالقوة، يترمي في مركب ويتساب في بوفيليا. الناس كانت بتوصل الجزيرة وهي لسه بتتنفس، بتصرخ، بتعيط، بتترجى، لكن محدش كان بيسمع. مفيش أدوية، مفيش أطباء، مفيش رحمة، اللي بيدخل ما بيخرجش. الجزيرة اتحولت لمقبرة مفتوحة، جثث في كل مكان، ناس بتموت جنب ناس لسه عايشة، وأحيانا ناس كانت بتتحرق وهي لسه بتتنفس علشان يمنعوا العدوى. مع الوقت عدد الموتى زاد لدرجة إن الأرض نفسها شبعت، العظام اتحرق واتخلطت بالتراب، وعلماء بعد كده قالوا إن أكتر من نص أرض الجزيرة مكون من بقايا بشرية. يعني انت مش واقف على الأرض، انت واقف على ناس، واقف على بني آدمين. ومع كل صرخة، كل ألم، وكل نفس أخير، المكان اتشحن بطاقة عمرها ما اختفت. لكن الرعب الحقيقي لسه مبدأش. بعد سنين طويلة لما الطاعون ده اختفى، الجزيرة فضلت مهجورة. الناس كانت رافضة ترجع، حاسة ان في حاجة غلط. لكن في القرن العشرين الحكومة الإيطالية قررت تستخدم المكان تاني. اتعمل مستشفى للأمراض النفسية. اختيار غريب، جزيرة مليانة موت يتحط فيها ناس عقولها ضعيف. الدكتور المسؤول عن المستشفى كان شخص غامض، شهادات قديمة بتقول إنه كان بيعمل تجارب غير إنسانية، يحبس المرضى، يعذبهم، يسيبهم في الضلمة بأيام. ومع الوقت المرضى بيبدأوا يقولوا نفس الكلام من غير ما يعرفوا بعض، من غير اتفاق. في ناس بتمشي في الممرات، في أصوات بتيجي من الحيط، في حد بينادي علينا بالليل. الدكتور في الأول سخر، قال هلاوس، جنان. لكن بعد شهور هو نفسه بدأ يتغير، بقى ينام قليل، يتكلم لوحده، يقف يبص في الهوا. وفي ليلة طلع على برج الجرس. في رواية بتقول إن رمى نفسه، ورواية تانية بتقول إن المرضى دفعوه، ورواية أخطر بتقول إن حاجة تانية حصلت. المستشفى اتقفلت خالص، من غير تفسير، من غير سجلات كاملة، والجزيرة رجعت فاضية، بس مش ساكتة. الصيادين قالوا إنهم بيسمعوا صريخ بالليل، ناس شافت أضواء في مبنى المستشفى، جرس البرج بيتسمع أحيانا رغم إنه مكسور أصلا. سياح حاولوا يدخلوا جلسة، خرجوا مرعوبين، بعضهم رفض يتكلم نهائي. والحكومة مقفلة المكان، ممنوع الزيارات، ممنوع الاستثمار، ممنوع الاقتراب. جزيرة في موقع يحلم بأي مستثمر، لكن محدش عايزها. ليه؟ لأن المكان الموت فيه ممشيش، الوجع منتهاش، والذكريات اتحولت لحاجة تانية. جزيرة بوفيليا مش مسكونة بأشباح، هي مسكونة بتاريخ وألم وصرخات اتحبست في الأرض. والسؤال الحقيقي: هل الأماكن دي بتفتكر؟ هل بتفكر؟ ولو بتفتكر، هل بتسامح؟